أنا دلوقتي عرفت لماذا رفضوا إذاعة المباراة. المنتخب المغربي يسحق الجزائر ذهابا وإيابا برباعيات 8. في حد بيخسر 8؟ والله لكم حق ترفضوا إذاعة المباراة. كلنا طبعا كنا مستنيين بفارغ الصبر مشاهدة لقاء المغرب والجزائر بتصفيات كأس العالم تحت 17 عام للنساء، وفوجئنا إن القناة الجزائرية ترفض إذاعة المباراة عبر البث المباشر. علاش مباراة مهمة ضمن تصفيات كأس العالم، علاش ترفض إذاعتها؟ هل تخاف من الفضيحة؟ الجزائر تشعرنا أننا ما زلنا في الستينيات، تشعرنا أننا ما زلنا في القرن ال18 ولا ال19 ولم نتقدم أبدا. المفروض أن لديهم كل الإمكانيات، كل الوسائل، كل الطرق باش يذيعوا المباراة وبيرفضوا إذاعتها. وخد المفاجأة دي، المباراة تم تصويرها بالفعل، ولكن رفضوا يذيعوها للبث المباشر. علاش؟ لان باختصار شديد جدا، لو كان الجزائر كسب 5 كان محتاج يكسب 5 ولا كان محتاج يكسب يكسب على الاقل، كانوا ممكن يذيعوها بعدين انتصار للجزائر وفرحه وكل شيء على المغرب. لكن احنا ما كنذيعش المباراه عبر البث المباشر. يعني ليه؟ خايفين ان الجمهور الجزائري يشوف تطور مستوى الكرة المغربية وان المغرب كعبه عالي على الجزائر. خايفين من ايه؟ ما تفرج، خلوا الناس تتفرج. رسالة الى الاتحاد الافريقي، نعم الجزائر لديها الحق في حقوق المباراة ولديها الحق في بيع المباراة وبيع اذاعتها لاي قناة تعجبها، ولكن ليس لديها الحق في منع عشاق كرة القدم لمتابعة المباراة. باختصار شديد جدا، بيعها زي ما انت عايز لأي قناة، ولكن لا ترفض إذاعتها. هذه جريمة في حق كرة القدم والكاف. إلى متى الجزائر ستظل تنتهك حقوق ومعايير الكاف والاتحاد الافريقي وكل مشجعين كرة القدم؟ ليه؟ طيب ليه برضو القناة الجزائرية الأرضية أعلنت أنها ستذيع المباراة؟ الكلام ده كان امتى؟ كان قبل مباراة الذهاب في المغرب، قبل ما يتلقوا برباعية اعلنت انها ستذيع مباراة الاياب في الجزائر. ليه بعد ما اعلنت ليه رجعت في كلامك؟ لانك خسرت 4 في المغرب، خفت تخسر 4 كمان في الجزائر، وهو حدث. اللي بيخاف من العفريت بيطلع له، ده مثل مصري بنقوله، لا تخاف. بس انتوا كنتوا صح ولعبتوها صح. خفتوا من فضيحه وكان هتبقى فعلا فضيحه. تخيل ان كل الجماهير الجزائريه كانت تشاهد المباراه. حسره بصراحه. بس ما ذنب اهالي اللاعبات اليوم الذي يعني كان نفسهم يتفرجوا على ابنائهم، نفسهم يفتخروا بيهم. نفسنا نشوف الاجوال يا جزائر، اعرضوا لنا الاجوال من فضلكم، الاهداف، عايزين نفرح. طبعا في رأي جزائري طالع بيقول لك ايه؟ والله رفضنا اذاعه المباراه لان فريق المنتخب الجزائري محجبات. وانا زي ما انتم شايفين في التعليق كده، قال ايه حجته؟ ان ما ينفعش رجاله تتفرج على النساء، وان المغرب عندهم عادي والمدرب مش عارف ايه والكلام العبيط بتاعهم ده. طيب يا عزيزي، لماذا اعلنت اذاعه المباراه؟ لماذا اعلنتها والقناه الجزائريه اعلنت انها ستذيع ورجعت في كلامها؟ لماذا؟ طيب بلاش دي خالص، انظر الى مباراه بين منتخب روسيا ومنتخب الجزائر. شوف مين فيهم المسلمين، شوف مين فيهم تقول عليهم مسلمين. انظر يا عزيزي، انظر. يعني ليه بقى الحجج والكلام اللي قولوا ان انتوا خايفين من الفضيحه، خايفين من خساره ساحقه، هزيمه قاسيه. بس اعترفوا، مش عيب تعترف ان المغرب افضل منك في كل شيء، مش عيب والله العظيم، مش عيب. مبروك للمغرب، ويعني هنقول ايه، هارد لك للجزائر مش اكتر. ليست نهايه المطاف، لكن لماذا لا تذيع المباراه؟ حاجه غريبه جدا بصراحه. انا فضلت بدور مش عارف اوصل لاي حاجه. بس كده، شكرا. دي كان تعليقي اللي بصراحه شايفه غريب، فعل غريب جدا قوي من الجزائر.